السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنبدأ نحل مع بعض يا سنة رابعة الأسئلة اللي موجودة على الدرس الأول. هنبدأ بنص الاستماع. اسمع معايا كويس أوي نص الاستماع وركز فيه عشان تعرف تحل أسئلة الصح وغلط. أول حاجة بيقول لي سلمى finished her school project yesterday، يعني سلمى خلصت مشروع المدرسة امبارح. It took 3 days. Her cousin helped her a lot. She wrote about life in the desert، يعني هي كتبت عن الحياة فين؟ الحياة في الصحراء. She searched for information online first. بالأول قعدت تدور على المعلومات وتبحث عن المعلومات على النت. Then she wrote her project. بعد كده كتبت المشروع بتاعها. Her project helped her understand many interesting facts about life in the desert. يعني المشروع بتاعها ساعدها ان هي تفهم حقائق كتير عن الحياة في الصحراء. يلا بينا بقى نحل أسئلة الصح وغلط مع بعض. بيسألني هنا بيقول لي سلمى finished her project last week. غلط، احنا اتفقنا ان هي خلصت مشروعها امتى؟ yesterday. رقم 2 her cousin helped her a lot. صح الكلام ده لسه قايلينه. رقم 3 she wrote about life in the river، يعني هي بتكتب عن الحياة في الريفر. لا غلط، في الديزرت. رقم 4 she searched for information online، بحثت عن المعلومات على النت. صح طبعا. نيجي بقى هنا لأسئلة التشوز الاختياري. بيقول لي people in the desert usually travel. الناس في الصحراء travel يعني بيسافروا on على ايه؟ على الكاملز، على الجمال. رقم 2 I worked نقط the school project in the library، يعني ايه يعمل على؟ worked on يعني يعمل على. رقم 3 an نقط is a small place with few people and many forms، اللي بيكون مكان صغير small place. احنا قلنا التعريفات مهمة. with few people وفي ناس قليلة. few يعني قليل، احنا اتفقنا ان ده الفيليج. رقم 4 they worked hard، هم اشتغلوا hard يعني بجد. to solve يعني يحل. their life challenges يعني بيحلوا التحديات اللي بتواجههم في حياتهم. رقم 5 السؤال ده طبعا مهم عشان في الستودنت بوك. people live not tall buildings lived in tall buildings. رقم 6 the Nile flows Egypt، عايزة أقول يتدفق خلال أو عبر. flows through دي حفظناها في الكلمات. تعال نحل بقى القطعة اللي انت بتكملها من الحاجات اللي فوق دي. يعني انت بتقرا القطعة مرة واثنين وثلاثة، لازم تقرا القطعة دي بالذات مرة واثنين وثلاثة عشان تاخد الكلمة المناسبة من الكلمات دي. أول حاجة بيقول لي life in the desert is very different from life in the city، يعني الحياة في الصحراء بتكون مختلفة تماما عن الحياة في المدينة. it has many بيكون فيها ايه كتير؟ challenges، يعني الحياة بيكون فيها تحديات كتير. challenges. people live in الناس في الصحراء تفتكر بيعيشوا في ايه؟ بيعيشوا في tents، يعني بيعيشوا في الخيام. tents. they use هما بيستخدموا ايه؟ to travel from one place to another، بيستخدموا ايه عشان يسافروا من مكان للتاني؟ use camels بيستخدموا الجمال. رقم 4 people get water from the الناس بيجيبوا مية منين؟ from the ايه؟ from the wells من الآبار. اتفقنا ان احنا الصحراء بيكون فيها wells آبار بجيب منها المية. هنبدأ بقى نقرأ القطعة مع بعض. بيقول لي هنا Egypt has many different places، مصر فيها أماكن كتيرة مختلفة. in the city there are tall buildings، في المدينة بيكون في مباني عالية. cars عربيات and busy streets. busy يعني مزدحم بتساوي crowded. some people in the village where they grow. some people live in the village، بعض الناس بيعيشوا في الفيلج في القرية. where they grow crops حيث بيزرعوا المحاصيل. and keep animals بيربوا الحيوانات. the Nile river gives water بيدي المية to للfarms and people للحقول وللناس. in the desert بقى في الصحراء an oasis الواحة has بتمتلك trees and water بيكون فيها شجر وبيكون فيها مية. we must all help لازم كلنا نساعد to protect our environment، لازم كلنا نساعد ان احنا نعمل protect
يعني نحمي البيئة بتاعتنا. تعالى بقى نحل مع بعض أسئلة الاختياري هنا. The underlined word، الكلمة اللي تحتها خط اللي هي busy دي. The opposite يعني عكس busy ايه؟ حاجة مزدحمة، هيكون عكسها حاجة free، يعني حاجة ايه؟ فاضية. free يعني فاضي، هي مش باينة هنا بس أنا هكتبها free، يبقى عكس busy free. The text is about، القطعة عن ايه؟ life in different environments، الحياة في البيئات المختلفة. تعالى بقى في الانسر هنا، الأسئلة اللي بيقول لي عليها هنا. أول حاجة what are there in the city، ايه اللي بيوجد في المدينة؟ are there يعني اللي بلاقيه في المدينة. احنا عارفين ان there are يعني يوجد للجمع، ولكن لما شقلبها كده بشقلبها عشان السؤال. ما الذي يوجد في المدينة؟ تعال نجيبها من القطعة فوق اهي الإجابة. in the city there are، يوجد tall buildings، مباني عالية، and busy streets، يبقى دي هنعمل عليها number 3. السؤال الرابع بيقول لي what do people do in the village، ايه اللي الناس بيعملوه في القرية؟ what do people do، ماذا يفعل الناس؟ برضو في القطعة فوق اهي. they grow، هم بيزرعوا crops and keep animals. تعال معايا على رقم 5. what does an oasis have، ايه اللي بتمتلكه الواحة؟ have يعني يمتلك او عنده. الواحة عندها ايه؟ اهي الإجابة. An oasis، الواحة has many trees and water. نيجي بقى للسؤال البنكتويت the following، يعني ضع علامات الترقيم. هنا بيقول لي what، طالما what يبقى دي كلمة استفهام، يبقى ده سؤال. دي what عشان مش واضحة شوية. طالما سؤال هحط في الآخر ايه؟ علامة استفهام، وطبعا هكتب الجملة زي ما هي، وأول حرف هخليه capital. نيجي لرقم 2 the tall buildings are amazing، يعني المباني العالية بتكون رائعة. دي جملة خبرية، فعل بقية الجملة، الفاعل هو the tall building والفعل are. طالما جملة خبرية يبقى احط في الاخر ايه؟ نقطة، ولكن ما تنساش تخلي اول حرف برضو capital. يلا نحل مع بعض. الباراجراف اللي عندنا بيتكلم عن ايه؟ different places in the environment، الاماكن المختلفة في البيئة. أول حاجة بيقول لي حط لي كلمة village في جملة، وكلمة farming في جملة، وكلمة trees في جملة، وبيقول لي أنا عايز منك 4 جمل. أول جملة هحطها some people live in the villages، يعني بعض الناس بيعيشوا في القرى. نقولها تاني some people، بعض الناس، هم دول الفاعل some people. live in يعيشوا فيه، ده الفعل لأن دي جملة خبرية، فعل. villages في القرى. نحط نقطة أول ما نخلص الجملة، نحط نقطة، وخلي بالك بتبدأ بحرف إيه؟ حرف كابيتال، وفي الأول بتسيب جزء صغير كده فاضي، بتسيب جزء فاضي قبل ما بتكتب. الجملة التانية بقى هبدأ برضو بحرف كابيتال. they like يعني هم بيحبوا farming، هم بيحبوا الزراعة. they like farming. خلصت الجملة هعمل نقطة وأقول جملة جديدة بقى، وأبدأ بحرف كابيتال. هقول هنا they raise animals. they raise animals يعني هم بيربوا الحيوانات. خلصت الجملة برضو أعمل نقطة وأبدأ بحرف كابيتال. اوعى تنسى the life in the village، الحياة في القرية is تكون، لأن الحياة مفرد فتاخد الفعل إيه؟ is. quiet يعني الحياة في القرية بتكون هادية. كده أنا عملت 4 جمل، وخلي بالك أنا دخلت كل الكلمات اللي طلبها مني. أول كلمة اللي هي villages، اللي هي village. تاني كلمة farming، دي برضو طلبها مني. ثالث كلمة raise، يربي. كده نكون خلصنا حل الدرس الأولاني، ونتقابل إن شاء الله المرة الجاية في الدرس الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.